السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لكن توتنهام عنده مات زايد خطيرة والهدف الأول. مانشستر من سابيتزير، مانشستر من دقة الساعة النمساوية. الثاني سابيتزير حط الثاني. سابيتزير بنفس الطريقة. سا جو يا سابيتزير. 2-0 يونايتد يوزع والكرة خطيرة وخطأ من ملاتس جول. الهدف الأول إشبيليا، الهدف الأول إشبيليا من نافاس اللي عن طريق كامبوس بالراس والنصيري جول. النصيري جول. يوسف And Amdouni makes no mistake, very calmly done. And Basel have the first goal of this quarter-final tie. And he wins the header. The shot from Labourne is blocked, but it's in from Murphy. And Nice have their equaliser. Looking for Murphy. Oh, what a goal! Cherry Murphy. And the cross in Amdouni. Well, Didier Degas nonplussed by the اليسرى تريار. جول اندرلخت الأول الأهداف. It's too close to the goalkeeper who's bounced in, it's gone in! Well, again, celebrate. Bowen taken quickly, Bowen plays it across! And now West Ham do lead. It's Danny Ings' first ever European goal. And Kuipers chance! Goal! Finally, they played him in. And it was all the way back. And Vifa has drilled in a stunning opening goal. عالية بلاوفيتش من جوه وهدف. جاتي يسجل. فيدريكو جاتي يسجل بالكعب نحو جوريا. إمكانية تسديد جوريا. جول من جوريا. تسلل إذن. تسلل الرضية نحو كابوتو. بابلو ماري بلغ سادريانو. جول سادريانو. هدف التعادل لإمبولي بعد نحو القائم الثاني لإيتسو. جول إيتسو. أسبقية جديدة لمونسا. تقدم جديد لمونسا عبر إيتسو. التسديدة لا زالت. فيصل فجر. هدف أول وحداوي. الوحدة يتقدم الآن، يسجل الآن فيصل فجر. ركنها صح وضعها صح. يا عيني يا فجر، يا عيني يا فيصل. كاسيدو كاسيدو عدى. يا سلام. فعل الصعب كاسيدو ولكن خطيرة. حلو جول. الوحدة سجل الثاني. الوحدة أحرز الثاني.
أبناء مكة يتقدمون بثنائية، يتقدمون بهدفين. حلوة اللقطة الماضية، غفلة كبيرة جدا من دفاع عبها. نواف، وين كرتك يا نواف؟ أبوية نواف، نواف جول، نواف جول، هدف لنواف الصعدي، يعود ويقلص لأبها. نواف الصعدي يسجل، الموهبة الأبهوية تسجل الهدف الأول، ولكن عن طريق لاعب وحداوي. بعدما استطاع عبد القدوس التصدي، شوف عطية تصدى عطية، لكن بخاري اتجاه نورا، فرانكو نورا، هدف أول في وقت قاتل، جول لمصلحة نادي براست. فرانكو نورا يوقع هدف الأسبقية في لحظات قاتلة على مقربة من نهاية الدقائق الثلاثة الإضافية التي قدرها حكم المباراة. هدف من قد يكون في الدقائق الأخيرة. يا الله يا الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، في الدقائق الأخيرة تأتي الضربة الأخيرة. نعم، في فوز على تولوز 3-2. كرة والهدف الأول. سياد كولاشيناتس، سياد كولاشيناتس، تنفيذ مباغت تشنغيز أوندار يومات، وكولاشيناتس في شباك الحارس موندوندا يمضي الهدف الأول لأولمبيك. الكرة الله، أرون سالم بوبنزا يضرب بيسرى ويوسع من الجبهة اليمنى، الكرة في المرمى. هدف أول للعدالة، الأول في شباك الشباب، أول هدف تاريخي يسجله ديجانيش. الله على السلوفيني، والله الله 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 الله. فرسان الواحة ينقضون على الليل. بيدرو ميغيل يضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعت لكم فيديو ثالث. كل فترة كده هعمل لكم فيديو يعني. النهاردة بقى هنتكلم عن أنواع البابل وبرضو أول شمعة عملتها والأخيرة وكنت فين وبقيت فين كده يعني. بالنسبة للبابل دي كانت أول شمعة أعملها بابل. كنت عاملة 3 ألوان مع بعض، 4، بني وبيج وكافيه وبينك. دي كانت أول واحدة أعملها فيهم. اول ما عملتها طبعا كنت مبهورة بالنتيجة وكانت عجباني. كان فيها حاجات كده بس طبعا ده عشان فلاش، انما هي في الاضاءة العادية مش باينة، بس كانت عجباني خالص. تاني لون عملته كان ده. كل الناس قالت لي تحفة، وهو فعلا كان تحفة، ما كانش فيها اي عيب. كل حاجة كانت مظبوطة على الشعرة، بجد كانت تحفة. دي اكتر واحدة عجبت الناس في اللي انا في صحابي يعني، في اللي انا كنت عاملاهم كلهم. وهي كانت فعلا حلوة، بس اللون الكافيه كان تحفة. انا حبيت دي اكتر واحدة، كان فيه لمعة كده. كل حاجة فيه حلوة، انا بحب اللون ده فحبيته فيه. صحابي بقى حبوا اللون التاني اكتر، انا حبيت اللون ده تحفة. وكان شكله ال3 بقى جنب بعض، كان الالوان كلها قريبة من بعض، فكان شكلهم خطير بصراحة. يعني ما كنت حاسه ان انا بتطور بسرعه وعاجبني كل حاجه بعملها. جيت بقى اعمل لون رابع اللي هو البينك. عجب ناس كتير بس ما كانش عاجبني، انا مش بحب الالوان دي، انا بحب الاكتر البيج والكافيه والابيض وكده. هو حلو وما فيهوش عيوب خالص، بس اللون نفسه ما كانش عاجبني قوي، فما ما اعتقدش ان انا عملته تاني. هي كانت المره دي وخلاص كده. جيت بقى في مرة تانية عاوزت اجرب حاجة تبقى خاصة بيا، قلت لازم اعمل شكل بقى بتاعي وبتاع.
وما يكونش الناس كلها عامله زيه كده، فجيت اعمل اللي هي اللي في النص دي. يومها الابيض هو الوحيد اللي ظبط والتانيين باظوا، يعني اللي في النص دي كان فيها حاجه ايه اللي انا كنت عاملاه ده ما كانش عاجبني خالص بقى. والبينك اللي على اليمين دي كان فيها ديفوهات كتير، مش عارفه انا ما كنتش ظابطه حاجه فيها، بس انا ما عرفتش لحد دلوقتي. هي البيضه الوحيده اللي كانت فيهم كويسه. اللي في النص دي انا كنت بحاول اعمل فكره بس ما ظبطتش معايا، ما كنتش موفقه فيها، ما عجبتنيش في الاخر، فما عملتش الشكل ده تاني، وقلت ايه خليني بقى في اللي هو البابل العادي. ده لما عوزت اجرب وخلاص. وده بقى النتيجه النهائيه اللي انا وصلت لها، اللي هو انا دلوقتي بعمل الشكل ده. بعمل 3 احجام مختلفه طبعا، اللي هو البابل الكبير والمتوسط والميني. بحب لو بادجت على بعضه بعمل ال3 اشكال دول مع بعض، وطبعا عامله عليهم عروض الايام دي جامده. طبعا هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام تحت والجروب بتاع الفيسبوك. الصور بقى اللي جايه دي شمعه، يعني هم والعين وصحابي كانوا واخدينهم وولعوهم في اوضتهم وكده. دي كانت بينك، البينك اللي هي الاولى اللي انا قلت ما كانتش عجباني قوي دي، وهي والعه، هي شكلها وهي والعه خطير بصراحه، وانت طافيه النور وكده بتبقى جامده. يعني شكلها لذيذه كده، مش زي وهي مطفيه وفي اللون العادي، لا في الضلمه بتبقى احلى وكده. واللي جايه دي اللي هي البيضه اللي كانت ظابطه في ال3 الوحيدين اللي طلعوا بايظين، دي كانت البيضه فيهم. برضو كانت جميله. والنهارده خلصنا الفيديو كده بتاعنا خلاص. يا ريت الفيديو كان عجبكم. كل فتره هطلع لكم فيديو نتكلم عن شمعة معينه وكده، واقول لكم برضو شويه معلومات في الفيديو.